اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا، وفي الفيديو النهارده هنروح اسكندريه معروفه ببحرها وخروجاتها، ومعروفه طبعا واكيد باكلها. وفي الفيديو هنروح احلى واشهر اماكن اكل ممكن تروحوها في اسكندريه، وهقول لكم المنيوهات بالاسعار والاماكن بالتفصيل. بس ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو زي ما معوديني تحطوا لي لايك علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا حالا علشان ما يفوتكوش اي فيديو من الفيديوهات الجميله اللي ان شاء الله تفتح النفس، وكمان تشجعكم ان انتوا تروحوا اماكن جديده. شايفين السي فود والاسماك والجمبري والحلو وكل الحاجات الحلوه دي هنشوفها مع بعض في الفيديو بالتفصيل وبالاسعار، وفعلا دي احلى اماكن في اسكندريه ممكن تروحوها. نبتدي مع بعض الفيديو بقى. اول مكان هنروحه ممكن تفطروا فيه مطعم محمد احمد، وهو واحد من اقدم مطاعم اسكندريه، حيث الفول والطعميه والجبنه المقليه احلى حاجه ممكن تاكلوها هناك. بجد الجبنه المقليه ما تنسوش لو هتروحوا تدوقوها، بجد هتعجبكم هناك عن اي مكان تاني. سعر قطعه الجبنه المقليه في محمد احمد 10 جنيه. ويا سلام بقى على الفول بالبيض العيون، ممكن تطلبوا كمان فول اسكندراني وسعره 16 جنيه. دي اهي الجبنه البيضه المقليه، بينزل الطبق فيه قطعتين، الطبق بيبقى سعره 20 جنيه. ده البيض العيون، بيض العيون، وده الفول الاسكندراني الطعم. ودي بقى الفلافل او الطعميه المحشيه، وفي كمان بيبقى الطعميه العاديه. طبق الفلافل لفرد واحد سعره 6 جنيه، والعيش بتاعه كمان بيبقى جميل ومختلف. العيش بيكون ب3 جنيه للفرد. بينزل كمان سيرفيس سلطات، بس خلوا بالكم بتتحاسبوا عليه، فلو مش حابين السلطات كنسلوها من الاول عشان ما تتفاجئوش بحسابها في الريسيت في الاخر. ممكن كمان تجربوا الشكشوكة، هي دي سعرها 15 جنيه. دي اهي الشكشوكة. وكمان ممكن تجربوا العجة. الفرع بتاع محمد احمد في محطة الرمل، معروف طبعا جدا هناك. يا سلام على العجة وجمالها. وبينزل الحاجات في اطباق معدن كده عشان تحتفظ بالحرارة، حتى البيض بينزل في طاسة كده بيجي مبكبك. ومن ضمن السلطات بقى الليمون المعصفر والبطاطس والطحينة سعرها 8 جنيه، بابا غنوج وبتنجان سعره 11 جنيه، جبنة بيضة محشية، جبنة قديمة وحمص، والمخلل سعره 5 جنيه، والبنجر سعره 7 جنيه، وسعر المية صغيرة 7 جنيه برضو. المكان بقى اللي هنروحه بعد كده وتقدروا تفطروا وتتغدوا او تتعشوا فيه البان سويسرا. بصوا بجد عن الطعام والجمال اتحدث. البان سويسرا ملهمش اي فروع تاني غير فرع اسكندريه اللي في كامب شيزار في شارع بورسعيد، علشان تبقوا عارفين، لان في ناس كتيره بتقلد البان سويسرا في موضوع طاسات الجبن ده، او فاتحين حتى بنفس الاسم خصوصا في القاهره. لكن البان سويسرا الاصلي اللي هو في اسكندريه، سالناهم في الفرع وقالوا لنا ان هم ملهمش غير الفرع الوحيد ده اللي في منطقه كامب شيزار في شارع بورسعيد. طبعا البان سويسرا اللي يسمع الاسم يحسب ان هو البان رز بلبن حاجات كده، لا، هو عباره عن طاسات جبن كلها جبن سايحه، وبتزودوا معاها بقى يا اما سجق يا اما ستريبس يا اما بسطرمه، حاجات كده تحفه. ودي المنيو بتاعتهم، وهقول لكم كمان الاسعار. دول من ضمنهم طاسه بسطرمه سعرها 44 جنيه، وميكس الجبن مع البسطرمه تحفه. تاني نوع طاسه لحمه بالبصل، دي يا جماعه فظيعه لازم تجربوها، سعرها 65 جنيه. وطاسه تشيكن ستريبس، واحلى حاجه فيها حته السبايسي، سعرها 55 جنيه. وطبق الحلويات من عندهم احلى طبق الاصفر ده، اللي هو مش المخلل، لا الطبق الاصفر التاني ده من احلى التحليات عندهم، اسمه طبق السوبر فياجرا. فيه كل حاجه، موز ونوتيلا وقشطه ومربى وحلاوه وعسل، ميكس غريب كده بس حلو قوي، وسعره 50 جنيه. ما تنسوش لو رحتوا تبقوا تجربوه. هنروح بعد كده بقى الغدا في بلبع. ليه بلبع؟ علشان اغلب الناس بتحب لما تروح اسكندريه تاكل سمك، وممكن يكون معاهم ناس مش بتحب الاسماك، فتقدروا وانتوا قاعدين مع بعض على نفس الترابيزه تطلبوا اسماك او مشويات او حمام او بط او فراخ او محاشي وممبار وخلافه، وتبقى كل الناس اللي رايحه هايصه ومبسوطه، وانتوا كمان وانتوا رايحين تقدروا تشكلوا ما بين ده وده. وبلبع الصراحه لا يعلى عليه في الطعم في كل حاجه. يعني انا كل ما باجي ابقى عايزه اتغدى صراحه ما بيجيش في بالي غير بلبع او عبد الوهاب، بس بالنسبه للاسماك بيكون بلبع اكتر.
اول ما بتدخلوا بلبع بتلاقوا قدامكم الاسماك والجمبري وكل السي فود، تختاروا منهم اللي انتوا عايزينه ويعملوه لكم بالطريقه اللي انتوا عايزينها. عايزين السي فود ده طواجن، عايزينه مقلي، عايزينه مشوي، كل حاجه. يعني ممكن تاخدوا نص جمبري او كده وتقولوا له عايزين رز بالجمبري، عايزين طاجن فيه جمبري، حاجات كده. ودي اللحوم اللي هما بيشتغلوا منها، وهو عباره عن دورين، في دور تحت ودور فوق. ده الفرع بتاع سيدي بشر، فرع بلبع بتاع سيدي بشر. هو ليه فرعين، فرع في سيدي بشر وفرع في سيدي جابر، الاتنين ممتازين جدا جدا. وطبعا روحوا للأقرب ليكوا في مكانكم. دي السلطات عنده، والسلطات عنده تحفة تحفة بجد. يعني انا دايما لما بروح اي مكان ما بستلذش السلطات وما باكلهاش، لكن فعلا السلطات عنده بتتنسف، كل حاجة معمولة بطريقة حلوة. التومية، الطحينة، البابا غنوج، البنجر، والعيش عندهم برضو بيبقى حلو ومختلف وجميل جدا. والمحاشي عندهم ايه اسمها ايه، حدث ولا حرج. ده موزة بتلو بالخلطة، سعره كان 187 جنيه. والعيش المحمص بقى والعصاير، سعر العصير الازازة 44 جنيه، ليمون بالنعناع وفراولة وجوافة، بتختاروا اللي انتوا عايزينه. ده طبق محاشي مشكل كان سعره 75 جنيه. شوفوا بقى الجمبري الفظيع الجامبو، تحفة تحفة، سعره 660 جنيه كيلو. طبعا ممكن تاخدوا ربع كيلو او نص كيلو زي ما تحبوا، تقولوا له عايزين جمبري باترفلاي بالزبدة او في طاجن زي ما تحبوا. دول كده ريش، النص كيلو ب200 جنيه. الله الله على الجمال والطعامة، والطعم اصلا تحفة وبيتي بزيادة يعني. وده كده طرب الربع ب88 جنيه، ودي كبدة بتلو الربع كيلو ب100 جنيه. فزي ما انتوا شايفين تقدروا تجيبوا كل انواع الاكل وانتوا قاعدين على ترابيزه واحده، غير لما تروحوا مكان واحد مخصص للاسماك. وعلى فكره مش هتلاقوا فيه الفرايتي الموجوده في الاسماك في بلبع. لسه هوريكم الاصناف اللي بيعملوها بالاسماك، مش بس سمك مشوي وسمك مقلي. بصوا دي شوربه السي فود عندهم بتبقى مليانه، وده طبق ميكس، بيبقى الجمبري بالزبده والصوص والتتبيله بتاعته، الجمبري الباترفلاي، يعني يامي يامي بجد تحفة. ودي صينية سنجاري بالبطاطس مشهورين بيها قوي. يعني بلبع من اكتر الاماكن اللي بتعملها، بيبقى طعمها حلو، بيبقى عليها صوص وتتبيلة معينة، وبتبقى السمكة مفتوحة. وده طبق صبيط بالبصل والطماطم والخضار، بيبقى في الفرن. وده طاجن سي فود، بطارخ وصبيط وجمبري واستاكوزا. ودي مكرونة سي فود اللي هي المكرونة الفيونكة. وده رز سي فود برضو. بصوا بقى الجمال بتاع طاجن البطارخ والسي فود بالصوص الكريمة والجبنة، بجد طعمه مختلف مختلف يا جماعة. احنا كنا بنلحس الطاجن ده. والروعة عندهم بقى في التحلية المهلبية الفرن، وتحبسوا بقى بشاي بالنعناع، بجد تحفة تحفة. سعر الشاي هناك 13 جنيه، وسعر ازازة المية الصغيرة 5 جنيه. وزي ما قلنا اسعار العصاير، ودي الريسيت والاسعار زي ما شفنا. بجد هو يستاهل، المكان يستاهل. بعد كده هنطلع نحلي بقى في الشيخ وفيق. تقدروا تحلوا في اي وقت من اليوم. الرز بلبن بالمكسرات عنده تحفة تحفة. سعر الرز بلبن بالمكسرات الواحد سعره 15 جنيه، بيبقى دايب كده في البق، والمكسرات بتبقى طازة، مش زي الاماكن التانية اللي تروحوها بتلاقوا الحاجة زي ما يكون مخززة كده. مكان الشيخ وفيق في بحري، وكل مرة بنروحه بيبقى زحمة بالضرب. الافضل لو انتوا تطلبوا تيك اواي وتاخدوه تاكلوه بقى في العربية او في اي حتة كده على البحر بمزاج. ممكن كمان تروحوا تحلوا عند ايس كريم عزة، ده الفرع اللي عند القلعة وقدامه على البحر قاعدة. وفي فرع كمان في سموحة، ده رز بلبن عليه مكسرات وقشطة وعسل. ودي ام علي عليها قشطة ومكسرات وعسل برضو، وايس كريم فانيليا ومانجا. بس ما عجبتناش الام علي خالص، لكن عجبنا قوي رز بلبن. واحلى حاجة في جيلاتي عزة او ايس كريم عزة ان انتوا بتحسوا طعم الفانيليا فيه، اللبن فيه ريتش وغني كده.
وعايزه اشكركم على كومنتاتكم ولايكاتكم الفيديو اللي فات بتاع مطعم صدفه جات. ميرسي قوي قوي على تشجيعكم. هستنى كومنتاتكم في الفيديو ده تقولوا لي ايه رايكم، ولو حابين اعمل لكم فيديوهات عن ايه تاني اكتبوا لي. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه لو تعملوا لي لايك علشان تشجعوني وتفرحوني واعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا، يلا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس جنبه علشان ما يفوتكوش اي فيديو من الفيديوهات اللي بعملها. ويا رب تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي احلى متابعين في الدنيا. باي باي.